اللي سيد عبد الحفيظ بيعمله دلوقتي هو بيعيد شخصية الأهلي الإدارية، بيعيد قوة الأهلي، بيحقق المقولة اللي قالها زمان وهو مقتنع بيها. إيه اللي بيحصل ده كله؟ عشان أنا جامد، عشان الأهلي جامد. مساء الفل، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ زي ما اتفقنا هنحكي النهارده في الفيديو إيه اللي بيعمله سيد عبد الحفيظ، إيه الأربع حاجات بالظبط اللي هو بيهدف ليها من كل الدوشة اللي هو عاملها بقاله أسبوعين أو أسبوع ونص، وليه مصمم وليه مكمل. فكوباية القهوة الجميلة بتاعتك ويلا معانا نشوف إيه اللي هيحصل. سيد عبد الحفيظ عنده 4 أهداف رئيسية عايز يحققها، وهي الأهداف دي ليها أولويات. يعني في هدف رقم 1، هدف رقم 2، هدف رقم 3، هدف رقم 4، وإلى الآن ناجح ولا أتخنها قائد إداري متمرس في الإدارة بقاله 20 سنة، ولا أتخنها عبقري في المناورة والنيجوشيشن والمفاوضات. اللي بيعمله سيد عبد الحفيظ حقيقي يقعد ناس كتير مش في الكورة بس، في ما يخص الإدارة والمفاوضات يتعلموا منه. هتقول لي أنت بتطبل لسيد، هقول لك كمل معايا الفيديو وشوف هو بيعمل إيه، وشوف هو قادر يحقق اللي هو بيعمله ده ولا لأ، وفي الآخر احكم عليا يا سيدي، قول أنا بطبل له ولا لأ. وسواء انا متفق في اللي هو كل اللي بيعمله مختلف جزئي كلي، انا عايزك انت بس تحكم في مدى نجاح الشخص وفقا لمنظور والاهداف اللي حاططها ولا لا. ايه اللي بيعمله سيد؟ سيد حاطط 4 اهداف. هدف رقم 1 هو اعاده توجيه الاعلام نحو اخبار النادي الاهلي. هتقول لي يعني ايه؟ يعني بدل ما الاعلام صابح قايم نايم بيتكلم على ضعف الفريق، ضعف الاداء، مشاكل اوضه لبس، مشاكل اللاعبين مع بعضهم، العقود الاحترافيه لامام عاشور، العقود اللي جايه زيزو ده اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. قول لي اخر اسبوع ونص اي حاجه من دي جت سيرتها. ان الاهلي هيدفع الشرط الجزائي بتاعته بعد في شهر 6 ولا مش هيقدر ولازم يلعب ماتش من الموسم، بلا 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 بلا. كل البلا بلا بلا دي سيد عبد الحفيظ قدر يوقفها. مهما كان يعمل سيد بقرارات وصرامه ومش عارف ايه، ما كانش هيقدر يعمل ده، ما كانش هيقدر يوقف ده. انت عمرك ما هتتحكم في الاعلام ومش هتتحكم في الشارع يقول ايه وما يقولش ايه، الا لو صدرت حدث كبير تاني اهم. وسيد جات له من السماء اللي حصل في ماتش سيراميكا، رد فعل اتحاد الكوره وتاكيده على القرارات، وان هو يطلع اوسكار رويز ياكد ويعمل. بس يعني سيد كان قاعد بيقول لهم الصلاه على الصلاه، تسلم يا كبير، بوسه، انت انقذت لي الموسم من ما فيش. وزي اي حد شاطر جدا خد الخيط وسحبه. هو ما عملش حاجه، هو سحب الخيط اللي اتحاد الكوره رماه له وقال له انا اشتريت يا باشا. فسيد عمل ايه؟ قال له لا هنعديها، انا بقى هصدر نفسي. دي كان سيد شاطر قوي انه بيعملها ايام ما كان مدير كوره، وقالها اما اتكلم على الدوري اللي خده من الزمالك بعد خناقات وتصريحات قصاد ميدو امير مرتضى منصور ومرتضى منصور بتاع. قال لك كان هو طلع قال لك ده امتع والذ دوري انا خدته. هو كان قال لك انا صدرت نفسي انا للساحه، خدت انا الشو وحميت اوضه اللبس وحميت لعيبتي عشان اسيب لهم التركيز واخد انا الدوشه. هو بيعمل كده تاني بالظبط. حاليا الفريق بقى في حته، محدش بيتكلم عن الفريق، محدش بيتكلم عن اللعيبه، محدش بيتكلم عن مشاكل، كله بيتكلم على الاهلي هيعمل ايه مع اتحاد الكوره. طب الاهلي حضر جلسه استماع ولا لا؟ طب هيروح ولا لا؟ سيد رايح وهو عارف انه مش هيحضر جلسه الاستماع، وهو مش عايز يحضر جلسه الاستماع يا ريس. هيعمل بيها ايه؟ ما خلص القرار اتاخد. هو مش عايز ده، بس هو عايز الحدوته تفضل قايمه. فانا هخلص جلسه الاستماع وهروح بالناس اللي انتوا رافضينها وسبحان الله اتحاد الكوره عمال يساعده. يعني كان ممكن يقول له يا عم احضر وخلاص وخلصنا. ابدا، انا قوي وانا جامد ومش هتفرض عليا رايي. طب انا هثبت لك اني جامد، هروح بناسي واعمل كل اللي انا عايزه، وانا مش عايزك تخليني احضر وما حضرتش. فانا جايب الاعلاميين في ايدي وانا جاي، انا جايب جمال جبري عشان يجيب الاعلاميين في ايده وانا جاي. وفعليا وعمل وادى التصريحين. قال لك سيد هيعمل مؤتمر صحفي عالمي. اقفل الحدوته هنا، انا اعمل اجتماع يوم الاربعاء، وبعد يوم الاربعاء اعمل بعد اللي اعمل فيه في مؤتمر اصدر الضغط على التحكيم اللي رايح يحكم ماتش بيراميدز والزمالك اللي هو اهم ماتش بالنسبه لي انا كاهلي اللي هيرجعني المنافسه. هو راسم سيناريو بتاعي. وراح اتحاد الكوره شال الطعم منه تاني، راح اتحاد الكوره كمان عامل اجتماع يوم الاربعاء. فبعد اجتماع يوم الاربعاء بتاع اتحاد الكوره سيد يعمل اجتماع، يطلع يصرح تاني ونكمل تاني وهنفضل كده.
انا بقول لك اهو، اوعى تفتكر ان سيد عبد الحفيظ هيقفل المسرحيه والسيرك اللي هو نصبه ده دلوقتي. هو مش هيقفله غير وهو بينهي الدوري، سواء بقى خده او ما خدوش، وهيطلع يقول لك انا حققت اللي انا عايزه. فدي اول نقطه، ودي الاولويه الاولى لسيد، والى الان ناجح وبجداره ان هو يحققها. خد الثانيه بتاعته بقى. انا كان عمال التحكيم يضغط عليا، انا ممكن ابقى بتضغط. سيد عبد الحفيظ هو كان مدير الكوره في الدوري اللي الاهلي خسروا بمقاسي تحكيميه، واللي جمهور الاهلي كله بيحب يسميه دوري الاحتواء. و... واما واللي هو الدوري اللي اتقال لك اصل الزمالك كان لازم ياخد بطوله وايا ما كان، وانا هنا ما بقولش ان الكلام ده كان صح او الغلط، بس انا بقول لك ان هو كان مدير الكوره. هو لو كلنا فاكرين الضربه الرأسيه اللي دخلت الجون وبتاعت ياسر ابراهيم في ماتش البنك الاهلي، وساعتها الحكم رفض يحسبها وقال لك فاول. وقبلها برضو كان في كوره في ماتش برضو غالبا البنك الاهلي، بس كان الدور الاول اللي رجحه قال لك اصل الفار اتدخل عشان الكوره ما وقفتش على الارض، وده ما كانش ليه حق للفار انه يتدخل، ومفروض كانت اتحسبت. فهو سيد عارف ان الموجه بتاعت التحكيم لو طلعت على اي مكان، الفريق اللي هتطلع عليه هي بتدوسه وتسفلته وهتخرجه من المنافسه تماما. فهو بالتالي هو رمى ضغطه كله على التحكيم وعشان خاطر ان هو يخلي الحكم يفكر 100 مره قبل ما يحسب قرار على الاهلي، حتى لو القرار ده صح. ونجح برضه في ده في حاجتين. اول حاجه شفناها في ماتش بيراميدز، ان بقى فيه درجه من الخوف في التحكيم. فلا، ضربه الجزاء اللي على بيراميدز ما كانش ضربه جزاء، بس كان في تخوف ان هي ما تتحسبش احسن تطلع زي ماتش الاهلي وتطلع فعلا زي ضربه جزاء، فيتقال لك ان احنا بنجامل هنا. وضربه الجزاء بتاعت المصري برضه كان فيها شك واتحسبت. فبقى في اخطاء تحكيميه، بقى في ضغط تحكيمي، بقى الحكام القرار اللي فيه شك هيروحوا للوضع الامن فيه، ولسه المفروض كمان ده ينعكس على ماتشات الزمالك. فهو صدر الضغط على التحكيم. ماتش سموحه كان علينا ضربه جزاء وعلى الاهلي ضربه جزاء صريحه. الفار حتى ما فكرش ينادي الحكم عشان مش ناقصه، ومش عايز يخش في الموال ده، ولو كانت ضربه الجزاء دي مش صح بعد ضربه الجزاء دي، ده الاهلي ممكن يقول لك انا مش مكمل اصلا. ماشي، ده الاهلي ماسك يوافق وماسك ناس جهه التحكيم ومش هتقهل دلوقتي، اجي انا احسب عليه تاني. فبقى في حاله رعب. فهو قدر يحيد منظومه التحكيم، وده نجاح لسيد عبد الحفيظ. النجاح برضو اللي عند سيد في النقطه دي هيخليه يضمن للاهلي اقوى قدر من الحمايه من التحكيم، واكبر فرصه ان هو يستفيد كمان من التحكيم واخطائه. بس الموضوع بقى ما بينتهيش لغايه هنا، في بقى حاجات ما بعد ذلك. الحاجات اللي بعد ذلك دي هي حاجتين. واحده اللي هي اقاله اوسكار رويس، ودي واضحه جدا ان النادي الاهلي بيسعى لها بشده، وتصريحاته ولقاء التلفزيوني هيساعد على ده ومش عشان خاطر الاهلي عنده عداوه شخصيه مع اوسكار رويس. ولكن هنا في نقطه كانت اتقالت في لقاء من احمد عبد الباسط، اللي هو اكتر صحفي عنده اخبار اتحاد الكوره، مع بودكاست ساعتها قبل كده مع شادي حبشي، وقال لك ان المدير الفعلي لتعيينات الحكام في اتحاد الكوره هو احمد مجاهد. وكله عارف مدى عدم ثقه الاهلي في احمد مجاهد، ومدى تاثر الاهلي بقرارات احمد مجاهد اللي دايما بتبقى على الاهلي، سواء ساعه كاس العالم للانديه ووعوده للاهلي انه هيلعب وما لعبش، سواء ان تنظيم نهائي افريقيا وان الاهلي وان تنظم في الوداد. فهو في حاجه وهدف اقوى، ان انا عايز احيد احمد مجاهد واشيله من اللعبه دي كلها، لان هو بقى بالنسبه للاهلي واضحه صريحه، ما اوسكار رويز الا موظف يقوم بتنفيذ اوامر احمد مجاهد. واحمد مجاهد هو الامر الفعلي للجنه دي. فده بيسعى له سيد، وابتدى يحقق 50% منه بعد ما كان في كلام على ان هو اوسكار رويز مكمل وهيتجدد له. حاليا اصلا بيراميدز عايزه تسمع التسجيلات، هو ادى تصريح اداره اتحاد الكوره. فالاتجاه دلوقتي وابتدت الاخبار تتسرب ان اوسكار رويز هيمشي.
ادي تالت حاجه الى الان سيد ماشي فيها في خطه ثابته للنجاح فيها. الحاجه الرابعه دي جت لسيد عبد الحفيظ هديه من السماء. الاهلي وهاني ابو ريده مش على علاقه طيبه ومعروفه، وهاني ابو ريده هو من بالنسبه للاهلي هو من اكتر الناس اللي ما بيدافعش عنه، ووجوده في الاتحاد الافريقي بيضر الاهلي اكتر ما بيفيده، وبانت سواء في عقوبه الجماهير سواء في مشاكل قبل كده من ايام حتى ما كان نائب رئيس ايام سمير زاهر. فهي العلاقه بين الاهلي وهاني ابو ريده عمرها ما كانت على وفاء. طيب اللي حصل السنه اللي فاتت اما هاني ابو ريده رفض يجيب حكام اجانب وحصل العقوبات على الاهلي ده كان واضح جدا ان كان في تعنت من اتحاد الكوره لسبب هو كان في هدف يتقال ان اتحاد الكوره اكبر من الجميع، ولو ده الاهلي اللي انتم بتقولوا عليه كبير فلا انا اكبر منه. الخناقه دي الاهلي قرر انه ياخدها وده طبيعي. محمود الخطيب او الكابتن بيبو مش شخص صدامي وبيميل للتوائمات اكتر، وده مش عيب، هي البشر انواع، وعلى فكره ساعات الشخص الغير صدامي بيحقق نجاحات اكتر من الشخص الصدامي. بس سيد لا، سيد شخص صدامي زي ما قال لك ليه الاهلي بيحقق كل ده عشان انا جامد، وهو سيد مصر انه يفرض فكره وسيطره ان الاهلي جامد فاللي هيعوزه هيحققه وانه اكبر حاجه في المنظومه دي. هتقول لي اكبر من الاتحاد واكبر من بتاع، في قناعه سيد عبد الحفيظ الاهلي هو اكبر من اي حاجه في الرياضه المصريه، وهيبقى هدفه الوحيد طول ما هو في الاداره انه يحقق ده، وده حق جناب. مين اللي كان قصاده بنفس الفكره دي على فكره؟ مرتضى منصور. مرتضى منصور هو كان الشخص ده بس سيد دبلوماسي اكتر في لسانه. مرتضى منصور كان بيطلع بالبونت العريض يقول لك يا تي 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 انا ما حدش هيمنعني وانا هعمل اللي انا عايزه، ويوم ما منعوا يدخل اتحاد الكوره مش السيد بقى جاب لجنه واعلام وانا هوريكم ان انتوا بتمنعوني، لا 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 خالص. جاب بودي جارد واقتحموا وعمل اللي فعل وعمل اللي في دماغه ده، وبعد ما اقتحموا اصلا طلب لهم الشرطه، يعني بدل ما هم يطلبوا له هو طلبه. فالصراع ده هيفضل داير، هيفضل داير لفتره طويله. اوسكار رويز في اللقاء التلفزيوني اللي عمله مع ابراهيم عبد الجواد، والافيه ان ابراهيم عبد الجواد اصلا زملكاوي يا جماعه، ابراهيم عبد الجواد زملكاوي صرف عادي يعني بتشيرت الزمالك وحقه ده ما يقبول، ولكن هو عمل دور كاعلامي كما يجب. اصل الصراحه ما فيش اعلامي تجيله الفرصه دي ويفوتها. وما اكتفاش بكده ابراهيم عبد الجواد، لا ده طلعه مسرح وخده في حته سيد عبد الحفيظ ما كانش متخيل انها هتجيله على طبق من فضه. ده طبق من فضه، ده طبق من ذهب. ان اوسكار رويز يصرح ان هو ما طلبش منه يحاول يجيب حكام او يطلب حكام اجانب في ماتش القمه اللي فات، في نفس الوقت اللي الرابطه خاطبت والاهلي خاطب واتحاد الكوره رد على الاهلي بثلاث جوابات، والجوابات عند الاهلي المره دي حتى اتحاد الكوره مش عارف ينفيها ان احنا حاولنا وما عرفناش. ماشي. فهنا دي خناقه كان سيد عبد الحفيظ ناوي يدخلها فيما بعد، لا جات له هديه. فاللي يشوف بيان الاهلي النهارده هيقول لك ان اهم حاجه في كل الاهداف دي سيد قال لك لا معلش انا كده كده حققت اهدافي الاوليه وكده كده خلاص، انا عايز اعيد ترتيب الاهداف وهحط ان اهم نقطه، والاهلي عمل كده فونت تخين عليها بالعرض وقال لك واهم نقطه هيناقشها الاجتماع بتاع يوم الاربعاء اللي هو بعد بكره عدم طلب حكام اجانب رغم اختيار الاهلي. فهنا الاهلي ما عادش بس عايز يقيل اوسكار رويز، الاهلي عايز يقيل الاتحاد الحالي لان هو شايف ان الاتحاد ده موجه ضده بالكامل سواء لاهداف شخصيه لاهداف اكبر، دي مش قصته. ولكن وجود هاني ابو ريده كرئيس اتحاد بالنسبه للاهلي اهلي هو خساره للاهلي وتدمير وسعي دائم لتقويض الاهلي وتدمير صلاحياته وتقليل مساحه الفرص ليه في الفوز بالبطولات سواء الافريقيه او المصريه. سيد عبد الحفيظ قادر انه ينجح في كل ده، جايب 10 من 10 ونجم يا ريس. ف في ناس كتير بتهاجم سيد، ساعات بيبالغ، ده يعني ايه دستوري وبتاع دستوري ايه في الكوره مش عارف ايه، بس الراجل ناجح، الراجل خلاص قولا واحدا نقل الضغط من اللعيبه بقى هو اللي متصدر الساحه، رجع الهدوء لفريق الكوره، مفيش خبر بيطلع عن فريق الكوره. كوره اوسكار رويز هيطير، عرى اتحاد الكوره وكشف قد ايه ان هو كاذب ببيانات رسميه وتصريحات من جوه الاتحاد. اتحاد الكوره طلع اوسكار رويز يحميه، رقوا صدر الضغط على المنافسين كلهم. كل اعلام المنافس دلوقتي سواء الاعلام
المحايد او اعلام حتى الزمالك ما بيعملش حاجه غير ان هو يهاجم سيد عبد الحفيظ، رغم ان سيد عبد الحفيظ ما جابش سيره الزمالك في حاجه وما فيش داعي خالص. هو ليه سيد عايز يعمل كده؟ في درجه الرعب عند الاعلام الزملكاوي او الاعلام التابع لاتحاد الكوره على نقطه هو سيد هيسمع ايه من الفار، يعني الا لو في فضيحه. فهم خايفين هو خطوه سيد الجايه ايه؟ هو احسن يطلب يلغي الدوري، احسن يضيع علينا فرصه ان احنا ناخد الدوري، رغم ان قولا واحدا الزمالك الى الان الاحق بالدوري وقدم اداءات محترمه جدا وده ما ينقصوش حاجه. بس هو ايه اللي اتقال في الفار؟ هل اصرار سيد عبد الحفيظ مجرد ان هو بيعمل الزوبعه دي، ولا برضه عنده معلومه اضافيه وناوي يطلعها؟ الايام جايه. بس الاهداف الاساسيه بتاعت سيد احنا قلناها والراجل حققها، والصراحه يقدم درس في قدره على اداره النادي في وقت الازمات وتحمل الضغوط والاعباء وازاله الضغوط من على فريق الكوره لتحقيق اكبر نجاح ممكن في ظل كل العك ده. فشابوه سيد عبد الحفيظ.